صرحت الصحف الألمانية خبر مهم جدا بخصوص العملاق الألماني مانويل نوير حارس نادي بايرن ميونخ. وأفادت الصحف إن الحارس الألماني قريب جدا من الخروج من نادي بايرن ميونخ. وذكرت الصحيفة مجموعة من الأسباب اللي بسببها هيقرر الحارس إنه يغادر النادي، وأول الأسباب إن اللاعب اتصاب بكسر في الساق وده في نهاية الموسم الماضي، وده بسبب رحلة تزلج على الجليد قام بيها اللاعب، والإصابة دي بعدت اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة. والسبب التاني هي المشاكل المستمرة بين الحارس وبين مدرب الفريق يوليان ناجلسمان، وتبديل نوير وإشراك زيفن أولريتش في أكتر المباريات، وفي خلل كبير في نادي بايرن ميونخ وده بسبب خطة ناجلسمان وتغيير مراكز اللاعبين المستمر. وأجرى المدرب الألماني ناجلسمان اتصال بأعمدة الفريق وده لسماع أفكارهم والوصول لحل لعبور الأزمة الحالية. وكشفت صحيفة مهتمة بأخبار نادي بايرن ميونخ خبر مهم جدا، والخبر ده إن مانويل نوير قرر الرحيل عن نادي بايرن ميونخ. وكشفت الصحيفة عن وجهات اللاعب الألماني المقبلة، وحطت الصحيفة نادي يوفنتوس الإيطالي على رأس القايمة، وإن نوير هيكون دعم أساسي لكتيبة ماسيميليانو أليجري. ونادي توتنهام الانجليزي واحد من الاندية اللي هترحب بقدوم نوير، وخصوصا ان كونتي بيجدد دماء النادي، ونوير واحد من افضل الحراس في العالم حاليا. ونادي تشيلسي والصفقات القوية اللي بيتعاقد معاها في الموسم الحالي ابرز المهتمين بمانويل نوير، وده لتعويض حارس الفريق الاول ادوارد ميندي، واللي المقرر ليه انه هيغادر في اقرب وقت.